طيب احنا معانا زيزو على التليفون، بنبارك لك وحمد لله على السلامه والف مبروك ان انت بتنضم طبعا لنادي عريق جدا هو نادي الزمالك، والحمد لله الواحد كانت رؤيته فيك يعني زي ما توقعت تماما. اهلا بيك يا زيزو. اهلا بك يا مهيب، وشكرا على المقدمه الجميله دي. لا انت تستاهل. وتحياتي للكابتن ابراهيم سعيد والكابتن شادي محمد. هم لسه هيخشوا بعد الفاصل لما يجوا بقى. لكن بجد انا سعيد، انا اسعد واحد في مصر لان ربنا يخليك يا لان الرؤيه والنظره اللي الواحد شافها فيك يعني ما خيبتش، انت وكريم حافظ ومحمد هلال، وكان معاكم احمد حسن على ما اعتقد يعني، والذاكره ما تخنيش يعني، لان احنا عملنا حلقه مع بعض وكانت حاجه جميله جدا جدا، وانا سعيد جدا ان انت رجعت مصر وانضميت لنادي الزمالك، وانت مكسب كبير قوي 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 لنادي الزمالك ان شاء الله. خليك يا مهيب، انا اسعد والله ان انا معاك وانا مبسوط جدا ان انا طبعا انضميت لنادي كبير زي نادي الزمالك وخطوه كبيره جدا في حياتي يعني. طمنا عليك بقى، انا بقالي كتير ما شفتكش يعني، طمني الرحله كانت عامله ازاي من بعد الارث كده يعني، ادينا كده دقيقه كده ايه اللي حصل معاك؟ بعد الارث، بعد السنه اللي انت كنت موجود فيها هناك، رحت ناسيونال ماديرا في البرتغال. وبعدين كانت اعاره، وبعدين رجعت للارث تاني، ومن الارث رحت فرقه اسمها موريرينز في الدوري البرتغالي. ولعبت معاهم سنه، والسنه دي حصلت مشاكل كده في الفيزا وكان صعب جدا استخراجها يعني. بس والحمد لله كانت سبب من الاسباب، انا بحمد ربنا ان الفيزا اتاخرت يعني، ان سبب من الاسباب يعني ان الواحد الحمد لله يعني انضم لنادي كبير زي نادي الزمالك يعني. مين اول واحد كلمك في الزمالك؟ اول واحد كلمني في الزمالك كان استاذ امير مرتضى منصور. انت عارف بيتكلم عليك من زمان يعني، خلي بالك اوعى تفتكر ان هو متابعك من يومين ثلاثه، ده متابعك من زمان قوي. والله شرف ليا طبعا. ايه اللي حصل بقى؟ احكي لي ايه اللي حصل. لا هو كان الوكيل بتاعي محمد الحبشي، تعرفه؟ كان متواصل معاهم، او يعني استاذ امير مرتضى كلمه وهو كلمني محمد الحبشي وقال لي نادي الزمالك عايزين يقعدوا معاك، والمسؤولين هناك مهتمين جدا ان هم يقعدوا معاك ويشوفوا شخصيتك الاول، هم عاجبينهم كل حاجه، والسي في بتاعك محترم جدا وكويس، وعاجبين يعني عاجبهم جدا، وعايزين يقعدوا معاك ويقابلوك شخصيا يعني قبل ما في اي حاجه تتم. طبعا دلوقتي سيستم الزمالك ما بقاش بس مجرد ان هم يشوفوا اللعيب وخلاص يمضوا معاه. طبعا دلوقتي الناس بقت تقعد بيتعاملوا باحترافيه كبيره جدا، اللعيب بيقعد مع المدرب ومع مسؤولين خاصه يعني استاذ امير مرتضى، بيقعدوا معاه ويشوفوه شخصيته عامله ازاي وكده، وفي الاخر طبعا اللي مقدر ربنا بيحصل طبعا. طب زيزو قول لي يعني، انت جاي يعني، انت ناس كتير ما تعرفش مين هو زيزو، انا اعرفك كويس، ناس تقول لك الزمالك جايب زيزو، مين زيزو؟ وبعدين انت برضو لما تيجي في الدوري المصري وما كنتش طبعا سايب علامه، او كنت بتلعب في الدوريات المصريه وتيجي على نادي الزمالك مره واحده، اكيد في ضغوط وفي دوشه في دماغك دلوقتي. والله مهيب، زي ما انت كنت بتقول في مقدمه البرنامج يعني، الحمد لله ميزه من اهم الميزات اللي عندي يعني، ان انا الحمد لله واثق بقدراتي كويس، وعارف ان الواحد اكيد طول ما هو حاطط في دماغه ضغوطات، وحاطط في دماغه الناس هتقول ايه عليه والحاجات دي، مش هيعرف يدي 70% من امكانياته يعني. انا الحمد لله لعبت تحت ضغوطات كبيره، لعبت اكتر مع 13 مدرب اكيد، بجنسيات مختلفه، بطريقه لعب مختلفه، بمدارس مختلفه، والحمد لله فضل ربنا يعني ومجهودي في الملعب. انا لعبت مع 13 مدرب اساسي الحمد لله من 2014 لغايه الوقت اللي احنا فيه ده، الحمد لله بلعب اساسي طول الاربع سنين اللي فاتوا. نادي الزمالك طبعا حاجه نقله كبيره جدا يعني، نادي جماهيري، يعني الثلاث اربع فرق اللي انا كنت فيهم السنين اللي فاتت ما كانش بنفس الجماهيريه بتاعت نادي الزمالك، بس ده طبعا ما يمنعش ان ده حافز ما يكونش ضغط عليا يعني، ده عمره ما يكون ضغط، ده بالعكس ده حافز ان انا ادي امكانياتي اللي انا كنت بوريها الاربع سنين اللي فاتوا وما فيش حد كان بيشوف يعني. طب دي انا مبسوط جدا ان انا اكون موجود هناك. الناس عايزه تعرف انت بتلعب مكانك ايه، 9.5 ولا كام ولا 9 ولا 10؟ والله انا في الاربع سنين اللي فاتوا دول انا بدات كرقم 8 لما الكابتن حسام غالي كان معايا هناك في اليرسا. ايوه بدات كرقم 8 زي بوكس تو بوكس يعني كده. أيوة. وبعدين لا فصل للناس زي مين من اللعيبه يعني، بتلعب في مركز مين
في الزمالك؟ كنت بلعب في مركز كابتن حسام غالي في الوقت ده. كنت بلعب كده زيه في اول نص سنه، وبعدين جه مدرب جديد فحطني قدام شويه رقم 10. لا انت بتلعب دلوقتي في مركز مين في الزمالك؟ لا مركز مين في الزمالك، انا بلعب في الصف اللي قدام، في الثلاثه اللي قدام يعني. بالظبط كده. مكان طبعا مش عايز انسى اسامي، مكان كهربا واوباما ومحمد ابراهيم وعنتر أيوة. وابراهيم حسن والناس أيوة. دي كلها، يعني الناس اللي أيوة. في الصف اللي قدام ده. ده كلام صحيح. وعايز اقول كمان ازود من البيت شعر ان انت عندك شخصيه في الملعب، وبتعرف تلعب قدام الجماهير بشكل كويس قوي. الحمد لله. وعندك برود في الملعب ما تزعلش مني يعني، عندك ده حاجه كويسه جدا جدا جدا، خلي بالك. والله دي حاجه اكتسبتها يعني، طبعا بعد فضل ربنا. السبب الرئيسي والاول يعني بابا هو اللي علمني حاجه زي كده. لما انا كنت صغير جدا كان دايما يعلمني ان انا العب مع ناس اكبر مني وناس في مستوى اعلى، عشان اكتسب الحاجه دي بالذات يعني. فالحمد لله يعني، يعني اكثر حاجه بابا حطها فيا من وانا صغير يعني. يا رب ربنا. ما اسموش برود، بس اسمه الحمد لله هدوء يعني، او ثقه في النفس. هدوء والحمد لله. ثقه في النفس. ماشي. حد فوضك في مصر من الانديه المصريه؟ والله كان في كلام، بس ما كانش في حاجه رسميه. يعني كان في اتكلمنا مع ناس بدون ذكر اسماء، يعني مسؤولي من النادي الاهلي. ايوه. بس يعني ما كانش في حاجه رسميه. عارف انت لما عندك انترست في لعيب؟ ايوه بس كان في كلام بالظبط. بالظبط، لكن ما فيش حاجه مشيت يعني. الحاجه اللي كانت بجد ورسميه من الاول لغايه الاخر كان موضوع الزمالك يعني. تمام. يعني قول لي مين مثلك الاعلى في مصر وبره؟ الناس تحب تعرف الكلام ده. مثلي الاعلى والراجل اللي عطى لمصر كلها طموح وعلى سقف طموحات الشعب المصري كله، وخلى ما فيش اي حاجه مستحيله، طبعا محمد صلاح. حاجه شخصيه لازم تبص عليها ولازم تتعلم منها وتحترمها يعني، بمجهوده اللي هو عمله والمكان اللي هو بقى فيها دلوقتي يعني. اكيد. طالما قلت صلاح مش هقول لك مين مثلك الاعلى في بره. هو بره وجوه يبقى هو بره وجوه محمد صلاح. وزيزو انا بتمنى لك التوفيق، لان انا سعيد جدا، اسعد واحد ان انت جيت مصر. يعني انت جيت في الدوري المصري، كان نفسي تحترف بره، لكن انا عارف ان الزمالك ان شاء الله هتكون محطه خارجيه اخرى. يعني الزمالك هتكون محطه ان انت تخرج تاني، لان انت لعيب عندك قدرات، عندك فنيات، مهاري، عندك هدوء، ثقه في النفس. ان شاء الله انت مكسب كبير جدا للدوري المصري ومكسب كبير جدا للكره المصريه، وان شاء الله ربنا يتمها على خير، وبتمنى لك التوفيق. ولو حبيت توجه كلمه دلوقتي هتوجهها لمين يا زيزو؟ كلمه بخصوص لبابا، ان بشكره على كل حاجه هو عملها معايا، والمكان اللي هو وصلني فيه دلوقتي. يعني هو سبب رئيسي ووحيد في اللي انا وصلت له دلوقتي. بحب اشكره واتمنى ان هو يكون مبسوط ان انا في المكان اللي هو عايزها واللي كان بيتمناها دايما. وان شاء الله الخطوه الاولى حصلت، باقي الخطوه الثانيه ان شاء الله تبقى منتخب مصر، واكون قدمت له كل حاجه هو عايزها باذن الله. طيب حلوه يعني، حلوه القصه والصوره اللي جايبينها لك دي، بقالي كتير ما شفتكش. طيب تحب تقول ايه مسج لجماهير نادي الزمالك؟ والله الدعم يعني. انا كل اللي انا محتاجه ان انا الناس ما تحكمش بفيديوهات ولا هايلايت ولا اي حاجه. كل اللي انا طالبه ان يقفوا ورا الفرقه. انا موجود في الفرقه مش عشان خاطر اخد مكان حد، قد ما انا جاي عشان اساعد الناس والناس تساعدني ان احنا نساعد الزمالك. انا جاي عشان خاطر ادوس شويه على الناس اللي موجوده في المكان ان هم يزودوا اكتر ويفيدوا النادي. تمام. سواء انا بلعب او ما بلعبش، فده في الاول في الاخر في مصلحه النادي. فاتمنى من جماهير الزمالك يعني ان هم يقفوا ورا النادي. ان شاء الله السنه دي سنه مليئه بالبطولات باذن الله. واحب اقول لهم ان انا عمري ما هبخل بمجهود او باي نقطه عرق في صالح نادي الزمالك يعني. بشكرك يا زيزو. ده اول يمكن كلام ليك بعد طبعا تعاقدك مع نادي الزمالك. سعيد بوجودك في الدوري المصري. بالتوفيق ليك. احمد سيد زيزو زي ما قلت مكسب للكره المصريه اللي ما يعرفوش، من طبعا لعبه كده حاجه جميله جدا، زي زيدان، زي محمد ابراهيم. لعيب مكسب كبير لنادي الزمالك، واكيد العين اللي نقت زيزو اكيد عين قويه جدا. طيب نخش بقى على طول. كان لازم ناخد زيزو بعد تعاقده مع نادي الزمالك. معانا في الاول خبر كده انفراد لينا من الاتحاد الافريقي. فاكرين لما فتحنا ملف البطوله وقلنا مصر هتخش